ماتش الكلاسيكو قدم داكشي اللي كان منتظر منه، وكيف كنا متوقعين البارسا هي اللي كانت شاده الاستحواذ والريال كانت متراجعه للور. ولكن التراجع ديال الريال كان اكثر من الطبيعي. تقريبا الريال الشوط كامل وما بانش حتى الوقت بدل ضائع. ريال مدريد في الشوط الاول كانوا لاعبين بدون وسط ميدان، حيت غير كتخرج الكره من عند كورتوا دغيا كترجع عند البارسا، وما كاينش خروج بالكره من تحت الضغط. الحاجه الوحيده اللي كانت مشتركه بين الريال والبارسا في هذا الشوط هو الدفاع السيء. واجمل حاجه كانت في الشوط الاول من جانب الريال هي فينيسيوس فاش رجع المود ديال 2022 وراوغ دفاع البارسا كاملو وماركا البيت. وفي الشوط الثاني الريال دخلت في الماتش وبدات حتى هي كتهدد مرمى البارسا، ولكن في الدقيقه 67 شابي الونسو خدم الهبال ديالو ثاني وخرج فالفيردي باش يدخل اردا جولر، مع انه كان عليه يخرج اسينسيو ويرجع فالفيردي ظهير. الريال ثاني رجعوا للور وبالغوا في الدفاع ثاني حتى عاقبهم رافينيا بالبيت الثالث الدقيقه 74. الونسو ما لقى قدامه حتى شي حل غير انه يدخل مبابي لعله وعسى يجيب شي بيت، ولكن عاود عماها ثاني منين خرج هويسن باش يدخل هذاك المنتهي ديال الابا. وحتى من فرانكي دي يونغ اللي كان فيه البكا وشكا الماتش كاملو قال لهم انا غادي نخرج مبابي بالاصابه، صدق هو اللي خارج الحمراء. خلاصه القول الريال كبير على هذا السيد هذا، غير من التغييرات اللي كيدير كتعرفوا مدرب هاوي ولا علاقه له بالكره.